مساء النور، مرحبا بكم في القناة ديالي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة للدونت أو كريات الدونت، والبعض يسميهم بالميني دونت، اللي يجوا بأذواق مختلفة وراح نقدموهم بصوص الشوكولا، ممكن حتى كذلك تقدموهم بصوص الكراميل. يعني عجينة هشة وذوق بزاف بنين. تبعوا معايا للآخر حتى إن شاء الله تنجح معاكم هذه الوصفة. إلا ما كنتوش مشتركين في القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. بلا ما نطول عليكم خلونا نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. بسم الله، نبداو بالمقادير. عندنا 350 غرام تاع الفرينه، ملعقه اكل مملوءه كما راكم تشوفوا فيها معمره تاع الزبده او المارغرين، وعندنا 210 مليلتر تاع الحليب لازم يكون دافي، ندفوه ما يكونش بارد. عندنا حبة بيض على درجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، وملعقة أكل خميرة فورية ولا خميرة العجين، وملعقتين أكل تاع السكر ماشي معمرين بزاف. وهنا من المفروض نديرو لافاني، ما كانش عندي لافاني ولكن استعملت ذوق الكراميل، يعني معليش تقدروا تستعملوا أي ذوق حبيتو. اول شيء نبداو بين نحطوا الفرينه ديالنا اللي كنت غربلتها، نسيت باش نقول لكم لازم تغربلوها، ونحطوا معاها السكر ما تعملوش المغرف تاعكم بزاف باش ماشي تمتم يحمر لكم الدونت تاعكم كي طيبوه. ونحطوا الخميره تاع العجين والخميره تاع الحلوى ونخلطوا مليح هكذا. نخلطوهم كما قلت لكم حتى يندمجوا مع بعضاهم وينسجموا لنا. من بعد نضيفوا حبه بيض ديالنا اللي قلت لكم كانت على درجه حراره الغرفه، والفانيلا. في هذه الحاله أنا ما كانش عندي الفانيلا فضفت منكه الكراميل، يعني كذلك يجي بنين. ونخلطوا مليح المكونات ديالنا، ونبدا نضيف بالحليب اللي قلت لكم لازم يكون دافي، نضيفه بشويه في كل مره ونعجنه. يعني ممكن استعمال الايدي احسن باش تعجنوا العجينه تاعكم. الا كانت الفرينه تاعكم من النوع اللي ما يشربش مليح ممكن تاخذ لكم الحليب زياده. يعني واش ديروا زيدوا دفوا الحليب وضيفوه للفرينه تاعكم، يعني ماشي مشكل. فقط ما لازمش تكون العجينه جافه بزاف يعني يابسه، والا راح يجي ثقيل. لازم تكون هكا كما كنتوا تشوفوا فيها هنا، خفيفه ومتلاصقه نوعا ما. في هذه المرحله راح نضيف الزبده ديالي اللي قلت لكم هي ملعقه اكل تكون مملوءه نوعا ما تاع الزبده، وندخلها مليح في العجينه ديالي. الا حصلتوا معاها وحسيتوها تتلاصق بزاف معليش ضيفوا شويه تاع الفرينه، بصح ما تكتروش بزاف لانه ماذا بينا نخلوها كم تلاصق باش يجينا الدونت تاعنا خفيف وهش الداخل هكذا. هنا راهي واجده، راني عجنتها وراهي واجده. راح نغطيها، غطوها مليح وحطوها في مكان دافي، راهو وقت البرد وما تخمرش تمتم. يعني ماذا بيكم خلوها في مكان دافي باش تتضاعف مليح وتخمر لنا مليح وينجح معنا الدونت تاعنا. هاي اللي كيفاش خمرت ما شاء الله، شوفوا كيفاش ولات هكذا. نحبط لها الخميره تاعها، راح تقدروا تتحكموا فيها احسن لما تخمر طبعا. ونبداو نشكلوا الدونات تاعنا. راح نشكل كيما راكم تشوفوا كريات صغيره، ماذا بكم دو يكونوا صغار باسكو راح يزيدوا يخمروا وكي يتقلاو يزيدوا يكبروا. الا كنتوا حابين توزنوهم باش يجوكم كامل على حبه، وزنوا 10 غرام الى 15 غرام فقط. كما قلت لكم راح يزيدوا يكبروا في المقلاة، ونسقمهم مليح هكا بالايدي ديالي، ونخليهم يزيدوا يخمروا لنا مره تانية. ما تخلوهمش بزاف، يعني الوقت تاعهم هو الوقت اللي راح نسخن فيه المقله تاعي ونستنى في الزيت تاعي تسخن باش نبدا نقليهم. هنا جبت المقلاة كما راكم تشوفوا، نحط فيها الزيت ديالي ونخليها تسخن مليح باش نبدا نطيب الدونت ديالي. بالنسبه للنار الان ما لازمش تكون عاليه بزاف، لازم تكون متوسطه. الا كانت عاليه بزاف كما تعرفوا راح ياخذوا اللون تمتم، يعني يحمروا تمتم ويقعدوا لكم خضوره لداخل. فحذري النار تكون متوسطه. وكي ترفدوا الحبه رفدوها بالعقل باش ما تفسدولهاش الخميره ديالها، ورموا فوقهم هكا الزيت باش يزيدوا يتنفخوا لكم تمتم. من هنا حسيت النار كانت شويه زايده، راني نقصت لها باش يطيبوا لنا شابين وياخذوا لون شباب. بقاو حركوا فيهم باش الجوانب كامل يطيبوا كيف كيف هكذا، وغير يحمرونا وياخذوا اللون شباب راح نحوهم ونخلوهم يقطروا باش نديروهم في السكر ديالنا. هنا كو شفتوا هذا هو اللون المناسب تاعهم. راح نكملهم هكا.
هنا كيما راكم تشوفوا عندي سكر عادي، وهذا السكر راح نضيف له القرفه، يجي بزاف بنين القرفه مع السكر في الدونات تاعنا. ولكن ما راكوش مضطرين، يعني لكم الاختيار، كل واحد والذوق تاعو. ديروا نتوما واش تحبوا طبعا. وهما سخونين راني ندور فيهم هكا في السكر باش يلصق لنا طبعا. هكذا خرجت صراحه كميه كبيره، راح نكملهم كامل ونولي لكم. والدونات تاعنا راهم واجدين، قولوا لي الصراحه، شوفوا شحال جاو شابين، يجوا بريزونطابل ولا غير يحمروا الوجه الصراحه. العجينه تاعهم بزاف طريه. راني درت ذوقين كيما قلت لكم، هادو تاع القرفه وهادو تاع السكر عادي. كما سبق وقلت لكم راح نقدموهم بصوص الشوكولا اللي سبق لي وشاركتها معاكم. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي يهمه الامر تجي بزاف بنينه وسهله بزاف. يلا نوري لكم كيفاش جاو لداخل. كما قلت لكم يجوا بزاف خفاف، يجوا معمرين ولكن خفاف كيما لازم الدونات يكونوا. فوالا. وهنا قدمتهم كريمه اللوتس اللي درتها في الميكرووند، ذوبتها وقدمت بها الدونات تاعي. الا كنتم مهتمين بوصفه كراميل، راني سبق لي وشاركت معكم وصفه ولا اروع، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. جربوها وان شاء الله تعجبكم. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنسونيش بلايك وكومنتار والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. ولا ما تنساو تشاركوها مع الاحباب والاقارب باش هكا تزيد تكبر ان شاء الله لمتنا. وانا ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في روحكم، نتلاقى في الوصفه الجايه ان شاء الله. سلام.